يا مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. هنفرز الطماطم النهارده. يعني ايه نفرز الطماطم؟ يعني نعمل زي ما انتوا شايفين كده الطماطم ونخزنها عندنا لما تكون رخيصه. بجيب فضلة خيركم السبته الكبيره كده او القفاصه الكبيره واسبكها واظبطها واروق عليها واعينها في الفريزر. ما بهدرش منها اي حاجه خالص. بنقي الطماطميه بنت الناس كده الجميله اللي انتوا شايفينها دي. بجيب الطماطم درجه واحد طبعا عشان تنفع تتخزن. اي حاجه بنخزنها بنجيبها نضيفه وزي الفل. شايفين جمال الطماطمايه معانا عامله ازاي؟ جبت الكيلو وقف عليا ب5 جنيه يا ولاد. احنا في وقت في شهر واحد شهر طوبة. قلت اخزن حبة كده لرمضان بس الحمد لله ما لحقتش ان انا اخزن. غسلتهم غسلة حلوة وقطعت كل طماطمية نصين وحطيت فيهم في الحلل بتاعتي. ده اللي انا عملته. ما حطيتش اي حاجة على الطماطم خالص. ركزي معايا عشان في تريكات جميلة قوي هتفيدك بعد كده. كل اللي انا عملته غسلت الطماطم غسلة حلوة ومليت حلل عندي عشان تبقى جاهزة ارفعها على البوتاجاز. ما حطيتش عليها ميه، ما حطيتش عليها لغايه دلوقتي اي حاجه خالص. الحلل بتاعتي جاهزه، طماطم نضيفه وزي الفل ومغسوله الغسله التمام. الخطوه اللي بعد كده هنولع البوتاجاز عشان نرفع عليها الحلل بتاعتنا. خلي بالك لازم تنضفيها كويس. شيلي منها اي شوائب، شيلي منها اي حاجه وحشه عشان الطماطم تبقى متعانه معاكي في الفريزر، تبقى كويسه وزي الفل ما تغيرش معاكي. حلو الكلام يا ست الكل. لو انت لسه بتشوفيني، معاكم عمر من دمياط. كده رفعت زي ما انتوا شايفين. الطماطم دي هي اللي منزلاها، انا ما حطيتش طماطم خالص. الميه دي هي اللي منزلاها الطماطم. ما حطيتش على الطماطم ميه نهائي. لو انت عندك الطماطم فوق ملو الحله بتسيبيها تغلي لغايه لما تبقى الحله نص بالنص بالظبط. ما حطيتش ميه. الميه دي هي نازله من الطماطم لوحدها وانا بسبكها. يعني انا بسبكها مش هحط فيها حاجه، بنشفها بمعنى اصح. هقعد كل شويه اقلب، ما تغيبيش عليها عشان ما تلزقش. النار معايا عاليه خالص، ما فيش اي مشكله. بس كل 5 دقايق تيجي تقلبيها تقليبه حلوه من تحت. التركايه الجميله دي ايه يا ام عمر؟ التركايه الجميله دي شويه بابريكا. طبعا اللي هتقولي بنجر، انا جربت البنجر وما طلعش حلو معايا. طلعت اللون جربان. حطي معلقتين كبار بابريكا. بابريكا اللي هي اسمها شطه حلوه، يعني بتدي لون طبيعي، لون احمر زي الفل. بس معلش الاضاءه هنا كانت مش عارفه مالها كده، وما كان بتهيألي الدخان اللي طالع كان مبهدل الكاميرا خالص. وكل شويه تقلبي لغايه ما تتسبك معاك. ما تحطيش اي حاجه على البوتاجاز غير الطماطم المغسوله ومحطوطه في الحله، وتحطي عليها البابريكا. كده الحلتين عندي اتسبكوا. شايفين بقت النص بالنص زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكره ولسه والع عليها البوتاجاز برضو. يعني الحله لو عندك مليانه استني لما تبقى نصها بالظبط. شايفين الجمال؟ كده بتتسبك معانا. التركايه اللي بعد كده هنشيلها من على البوتاجاز ونضربها بالهاند بلندر. لو انتوا ما عندكيش هاند بلندر مفيش اي مشكله خالص يا ست الكل. حطيها في الخلاط واضربيها. مش هتصفيها يا ام عمر؟ لا مش هصفيها، كله بيتضرب عندي. لا بيبان عندك قشور ولا بيبان عندك بذر بعد كده، ولا بيبان اي حاجه. المهم ان انت تضربيها الضرب التمام، يا اما في الهاند بلندر يا اما في الخلاط زي ما انت عايزه المتاح عندك. اضربي بيه. اضربيها كويس يا ست الكل واسيبيها لما تبرد خالص. انا ما لحقتش اسيبها تبرد معلش، كنت بشتغل كله وهو سخن. وتضربيها كويس جدا 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 جدا. وقبل ما تسيبيها تبرد هتحطي عليها حاجة تانية. احنا دلوقتي ما حطيناش غير معلقتين بابريكا وهي بتغلي على البوتاجاز. بعد ما ضربناها سواء بالهاند بلندر او بالخلاط هننزل عليها بايه؟ هننزل عليها بمعلقة ملح كبيرة وربع كوباية زيت. دي مادة حافظة ليها. صلي على النبي يا ست الكل. وما تنسينيش في الكومنت الجميل، وما تنسيش المتابعة بتاعت ام عمر. بصي الجمال، كلها بتتضرب معاكي والله ما بيبان فيها حاجة خالص. بس اضربيها ضربة حلوة. معلقة ملح كبيرة على كل حلة. معلقة ملح كبيرة. ما هي كل حلة بقت نصها، بعد ما كانت مليانة بقت نصها. معلقة ملح كبيرة وحبة زيت تقريبا كده، ربع ازازة الزيت. بس كده ده اللي انا بحطه على الطماطم. البابريكا والملح والزيت، ما حطيتش اي حاجة تانية. والضربة الحلوة وتكيسيها. طبعا انا طبخت بيها، كان عندي بعمل وجبات فمعلش انا طبخت بيها وما لحقتش ان انا كيس الا كام كيس صغيرين كده بقى. اعذروني، كويس ان انا افتكرت اصور اصلا. ما تنسوناش يا ولاد في المتابعه، وتصلوا على النبي وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. معاكم عمر من دمياط. ولو عجبتك الوصفه بتاعتنا ما تنسنيش في الدعوه الجميله بتاعتك. بصي اللون وجماله. احمر بقى، لون احمر طبيعي يا ولاد. لون احمر طبيعي. محدش يحط بنجر. البنجر بيغير لون الطماطم، بيخليها
يعني ايه عاطيه بلون مجرب كده شويه، لون مش حلو. سيبيها لما تبرد معاكي خالص، وبعد لما تبرد تماما ابدأي ان انت كيسيها واعينيها في الفريزر. خرجي كل كيس على قد الاكله بتاعتك. طبعا انت اضرب الاكله بتاعتك هتاخد قد ايه. ما تنسيش ان دي مسبكه، ما تحطيش كتير، حطه قليل عشان لما تيجي تطبخي تحطي الكيس بتاعك وتزودي عليه كوبايتين 3 ميه وتطبخي الطبخه بتاعتك تمام. يلا يا ولاد، سلام.